السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد. النهارده طبعا هتقول هي رايحة فين. انا واخداكم معايا كده نتمشى شوية ونطلع فوق على الارض الزراعية. طبعا انا هنا لسه لفة كده من جنب البيت، كنت بحط للطيور وطالعة بقى ايه. انا ورا البيت دلوقتي، يعني البيت اللي هو فيه الطيور اللي هو في الارض الزراعية. ولفيت كده وطالعه ماشيه كده وطالعه على ريشه الارض. وقلت اخدكم معايا واصور كده ونشوف احنا رايحين فين. ونشوف احنا هنعمل ايه ونلاقي خير ونلاقي رزق كده في الارض ولا ما نلاقيش. هاخدكم معايا كده في الجولة ونشوف القمح زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. طبعا الحبة بقى بدأت انها تنزل في السنبلة بتاعة القمح او الغلة. زي ما بنقول يعني فيه دول وبلاد بتقول غلة وفيه ناس بتقول قمح. فما فيش مشكلة، المهم ان هما الاسمين واحد. احنا عندنا بنقول ده وبنقول ده، ما فيش اي مشكلة خالص. طبعا شايفين ما شاء الله جمال الارض الزراعية وجمال القمح، اللهم بارك. وطبعا انا هنا كده كنت قبل المغرب بالظبط كده بساعة الا ربع، كنت رايحة كده طالعة اتمشى. وقلت كده اما امشي وابص كده على القمح، وكان معايا ابو شهد. وقلت ايه ان احنا نتمشى كده ونشوف الزراعة اللي كنا زارعينها في البداية عملت ايه وشكلها عامل ازاي، لان طبعا مفيش اي حصاد في الارض دلوقتي. فانا مش بروح كتير، يعني بروح كل فترة كده اتمشى وابص كده على الزرع وخلاص. بغير بقى لما بيكون، او بعكس لما بيكون في حصاد في الارض بكون متواجدة فيها على طول. فاللهم بارك اللهم بارك، الحمد لله اللهم لك الحمد. طبعا ده القمح، طبعا لما يجي وقت حصاده هنحصده وهنعمله بقى زي ما عملته معاكم في فيديوهات قديمة قبل كده، وكنتوا معايا وشفتوا حصاد القمح وشفتوا احنا عملنا ايه وفي الارض بنعمل ايه علشان ندخل رزق لاولادنا ورزق لعيالنا في البيت. وطبعا كانت امي دايما تقول ربنا يحفظها، الايد الشقيانه شبعانه. والحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. هنا بقى كنا نزلنا كده ولفينا من تحت تبع. طبعا كنت انا فوق كده وانا بصور وجايبه لكم شكل القمح وشكل الارض كده وانا ماشيه على الريشه. ولفينا بقى ونزلنا تحت، اللهم بارك. كنت زارعه كده ايه دول كده شويه بسله كده، كنت جايبه ربع كيلو كده واخدت منه شويه وبدات ان انا ازرعهم. البسله اللي هي الحب الناشفه التقاوي، بنزرعها عادي جدا، ما فيش اي مشكله في الريشه كده، فبتطلع لنا بسله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اللهم بارك. كانت بدأت كده. احنا كنا رايحين بصراحة نجيب فول حراتي. فلما لقينا الفول طبعا لسه قايم كده ان هو يطرح، فقلنا ايه نروح كده نشوف نقرتين البسله اللي احنا زارعينهم جابوا بسله ولا لا. اللهم بارك، شايفين ما شاء الله دي بسله سكريه ومليانه زي ما انتم شايفينها كده، بتكون حلوه جدا جدا. طبعا كلكم خزنتوا البسله وعملتوها في فيديوهات، ولكن انا قلت لكم قبل كده اني مستنيه اشوف اللي انا زرعاه في زراعه فيه ولا لا. وطبعا باخد بقى اللي هي طلعت لي واكمل عليها من السوق عادي جدا. طبعا انتوا عارفين ان البسله لسه متوفره في السوق، ومعانا شهر امشير كله بتكون لسه البسله موجوده. يعني ايه شهر امشير؟ اللي هو الشهر بتاع 3 ده، يعني شهر 3 لسه البسله كل موجوده في السوق. فانا بشوف اللي طالع لي من اللي انا زرعاه الاول، وبعد كده اكمل من السوق، اكمل خزيني عادي جدا. طبعا بقى لقينا كده شوية بسلة، اللهم بارك، شوية كده حلوين، فربنا يطرح فيهم البركة يا رب، وربنا يصلح أحوالنا جميعا يا رب. ديمكم نعمة في حياتي، بحبكم في الله. وطبعا ما تنسونيش باللايك فضلا وليس أمرا. أنا قلت لكم قبل كده إني باخدكم في الجولات معايا وعيشتي وحياتي اللي أنا عايشاها كل يوم زي ما هي، ما يعني ما بتصورش ولا حاجة ولا بعمل اي حاجة تكون مخالفة. ان انا اليوم الطبيعي بعيشه ومفيش اي مشكلة خالص معاكم. طبعا لو انتوا حابين فيديوهاتي يا ريت تقولوا لي، ولو انتوا مش حابين تقولوا لي برضو، كلنا بنتعلم من بعض. ربنا يحفظكم جميعا يا رب، اللهم امين. ده طبعا التوم اللي كنت زرعاه معاكم، فاكرين طبعا ان الفيديو اللي كنت عاملاه لزراعة التوم، كنت بعد حصاد الارز كنت زرعت التوم وجبته معاكم في الفيديو وانا بزرعه، ووريتكم ان انا ازاي بزرعه. وطبعا
عفوا. طبعا ده التوم بقى بعد ما كبر ما شاء الله شايفين، اللهم بارك. طبعا من جد وجد ومن زرع حصد زي ما بنقول. التوم بقى شكله جميل ازاي. طبعا لما ينشف طبعا هنحصده. ودي كانت البسلة، وقلنا بقى نجمع بقى شوية البسلة اللي موجودين ونكمل الفيديو مع بعض كده ونشوف الفول الحراتي. طبعا كلنا عارفين الفول الحراتي وعارفين فوائده، وبناكله اخضر وبنطبخه وبيكون حلو جدا جدا جدا. طعمه في الطبيخ ما شاء الله روعة. وطبعا بيتعمل برضو على رز. طبعا ليه ممكن تشكليه اي حاجة زي ما بنشكل البطاطس كده. طبعا ده الفول بس كان لسه بادئ بقى ان هو ايه يجيب طرح كده. يعني ايه يجيب طرح؟ يعني يطلع فول. فهو كده منور اهوت. طبعا النور النوار الابيض اللي فيه ده طبعا منور كده علشان يطلع فول اخضر. وطبعا كملنا بقى الفيديو، كملنا اليوم وخدتكم في الجولة معايا. طبعا كنا هنا بقى وصلنا للغروب خالص وخلاص كده. الشمس اهيت ما شاء الله بتروح، شايفين ما شاء الله شكلها حلو جدا جدا. ودي كانت لحظة الغروب. طبعا انا فضلت في الارض لغاية المغرب ما اذن، علشان احنا كنا رايحين اصلا متأخر، والمغرب يعني جه علينا واحنا في الارض. وده طبعا انا كنت واقفه في الارض كده وجايبه لكم بقى منظر القريه اللي انا ساكنه فيها من بعيد كده. البيت بتاع الطيور اهو هناك اهو برضو باين في الصوره. ويا رب جمال الطبيعه يكون عجبكم، وحبيت اخدكم معايا ما حبيتش احرمكم من حاجه خالص. يومي طبيعي. وفي نفس اليوم ده والله انا كنت برضو يعني كنت في المدينه نفسها. وكنت في جولة برضو بس ما حبيتش اصور والله. يعني كنت نفسي اصور برضو في المكان اللي انا كنت فيه، وتشوفوا المدينة معايا اللي انا ساكنة فيها. او المدينة بتاعتي يعني المحافظة بمعنى اصح. يعني انا كنت عايز اصور في المحافظة واوريكم المحافظة بتاعتي بس ما حصلش نصيب. كده خلاص بقى كنا خلاص بعد المغرب بشوية. كنت روحت البيت وفضيت الكيس اللي كان معايا وبدأت ان انا اعزوله كده. يعني ايه اعزوله؟ احط كل حاجة لوحدها في الصفاية بتاعتها. اللهم بارك. دول شوية البسلة بقى اللي جمعناهم، شوية جمال جدا اللهم بارك شكلهم جميل. وطبعا دي بسلة سكرية مليانة كده وبتكون مسكرة جدا، بسلة فلاحي. بتكون القرن بتاعها كده مليان وحلو وجميل. ونيجي نفرطه كده ونفرزه بيكون مليان وتكون حبايته سميكة وحلوة وجميلة. طبعا بقى انا هفرطهم كده وافرزهم مع نفسي طبعا. وكمية حلوة مش وحشة اللهم بارك. وطبعا لسه فيها جامعة كمان هتجيب شوية قد دول. وبعد كده انا اكمل بقى من السوق على قد خزين اللي انا عايزاه. تمام. وده طبعا الفول الحراتي. طبعا اللهم بارك الفول مسكر وحلو وجميل جدا جدا جدا. بس كان لسه بشاير وكنت لسه اول مرة ادخله البيت. علشان يعني ايه بشاير؟ يعني لسه اول مرة، لسه قايم كده يطرح وقايم يجيب ايه انتاج كده. الفول طبعا ده فيه منه الكبير قوي وفيه منه اللي هو القرون الصغيرة. وده طبعا شكله. وده بيكون طبعا مزروع. انا ما خدتكوش بصراحة في زراعة الفول. احنا بناخد الحباية الناشفة نزرعها في الريشة، بتطلع بقى الشجرة الطويلة، والشجرة الطويلة بتطلع القرون الخضراء اللي انتوا شايفينها دي. ودي طبعا الصفاية التانية دي فيها شوية كده ايه بقدونس على كرفس على شبت وعودين ثلاثة كده، كديتين ثلاثة كده سريس من على الريشة. وبرضو ايه طبعا هم لسه بطينهم اهوت. انا ما غسلتهمش لكن انا نضفتهم بس وحطيتهم في الصفاية. وكمان جعديت كده او جلوين زي ما بنقول، يعني حوايج البيت تملى الغيط زي ما بنقول. وده كان الفيديو النهاردة حبايبي، وكانت جولتنا. يا رب تكونوا استمتعتوا معايا مع الطبيعة، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. اسيبكم في حفظ الرحمن، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة حبايبي. هو انت حالا صورت وحالا منتجت وحالا عملت